وجهت المطربة بوسي رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب على خلفية أزمتها الأخيرة مع طليقها المطرب حسام حبيب. وقالت بوسي على شيرين: أنا بعشق شيرين وبعشق صوتها وبستخسرها وبقول حرام اللي انت بتعمليه في نفسك. وأضافت: أنا مش عايزة أتدخل في حياتها الشخصية قوي، ونصيحة من معجب، وأنا مش بعتبر نفسي زميلة، أنا بعتبر نفسي فان ليها. احنا محتاجين شيرين بتاع زمان اللي كانت مركزة في شغلها أكتر، وكانت بتحب مهنتها وبتحب الغناء وبتحب شغلها وبتعمل حاجات حلوة تكسر الدنيا. محتاجاها ترجع تاني، ويا رب يعمل لها كل الخير. انا بعشق شيرين، بعشق صوتها اصلا ومستخسراها وبقول حرام يعني اللي انت بتعمليه في نفسك. او انا مش عايزه اتدخل في حياتها الشخصيه قوي، بس كنصيحه من فان. يعني انا مش بعتبر ان انا زميله، لا بعتبر ان انا فان ليها. إيه، لا احنا محتاجين شيرين بتاعت زمان اللي كانت مركزة في شغلها أكتر، اللي كانت بتحب مهنتها، اللي كانت بتحب الغنى، اللي بتحب شغلها، اللي دايما بتعمل حاجات حلوة تكسر الدنيا. محتاجاها ترجع تاني، وربنا يا ربي يعني يعمل لها كل الخير إن شاء الله. يعني أنا بعشق شيرين، بعشق صوتها أصلا ومستخسراها وبقول حرام يعني اللي انت بتعمليه في نفسك. او انا مش عايزه اتدخل في حياتها الشخصيه قوي، بس كنصيحه من فان. يعني انا مش بعتبر ان انا زميله، لا بعتبر ان انا فان ليها. إيه، لا احنا محتاجين شيرين بتاعت زمان اللي كانت مركزة في شغلها أكتر، اللي كانت بتحب مهنتها، اللي كانت بتحب الغنى، اللي بتحب شغلها، اللي دايما بتعمل حاجات حلوة تكسر الدنيا. محتاجاها ترجع تاني، وربنا يا ربي يعني يعمل لها كل الخير إن شاء الله. يعني أنا ومحامي شركة روتانا للصوتيات كان قدم بلاغ رسمي يتهم المطربة بالتشهير والإساءة لمسؤولين في روتانا بعد اتهامها لهم بسرقة أغنية الدهب، مؤكدا أنها سلمتها بنفسها إلى المنتج الفني وطرحت بموافقتها. ومن ناحية أخرى تجري نيابة قصر النيل تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب ضد شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية ذهب والتربح منها دون أي حق.